السعودية تقدم دعم اقتصادي لليمن بمبلغ $1,200,000,000 من خلال البرنامج السعودي للإعمار والتنمية في اليمن للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية لليمن، كما سيساعد في أمن واستقرار اليمن. الدعم سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وحمايتها من الانهيار، كما يساعد في تعزيز أمن واستقرار اليمن. وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي بناء على طلب من الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة ودعما لمجلس القيادة الرئاسي للمنشآت تصدير النفط التي فقدت الميزانية. هذه الاتفاقية تدعم الوضع الاقتصادي وفي نفس الوقت تدعم أيضا فرص السلام، وأيضا تدعم الشعب اليمني في كل المحافظات بما يساعد في تحسين وضعه المعيشي وتحسين وضع الغذائي، بالإضافة إلى أيضا توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء المختلفة من خلال استخدام جزء يسير من هذا الدعم لتغطية مشتريات المشتقات النفطية من قبل الحكومة اليمنية. توقيعنا اتفاقية الآن على $1,200,000,000، وهذا سيتخفف من الوضع الاقتصادي يعني الحرج اللي نحن فيه الآن والوضع الإنساني، وهذا نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية للمنشآت تصدير النفط التي فقدت الميزانية العامة للدولة، فقدت حوالي 65% من إيراداتها، وتأثرت الاقتصاد وتأثرت الميزانية العامة، ولكن هذا الدعم إن شاء الله سيخفف ويعني يرفع الكثير من الضغط التي على الاقتصاد اليمني كاملة.